الصبح أول ما تصحى بتبقى مش قادر تفتح عينك، تقوم جايب فنجان القهوة تشرب أول رشفة وفجأة أنا بدأت أركز. بس يا ترى إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي جوه الفنجان الصغير ده واللي بيخلينا نتحول من زومبي لبني آدمين صاحيين ومركزين 100 فل و14؟ الجواب في كلمة واحدة وهي الكافيين. طيب الكافيين بيشتغل إزاي؟ خلينا أبسطها لك. جوه دماغنا في مادة طبيعية اسمها أدينوزين، دي مسؤولة عن إنها تبعت لجسمك إشارات إنك تعبان ومحتاج ترتاح. كل ما يومك يعدي نسبة الأدينوزين دي بتزيد وإنت تبدأ تحس بالتعب والنعاس، وهنا بقى بيجي الكافيين زي البطل الخارق. الكافيين شبه الأدينوزين في شكله، فيروح داخل يتلزق في نفس المستقبلات اللي المفروض الأدينوزين يدخلها، بس بدل ما يعمل زي الأدينوزين ويقولك نام انت هبطان النهاردة، ده بيقولك فوق واصحى. خلينا نبسط الموضوع أكتر. جسمك ده فيه مستقبلات، المستقبلات دي بيروح يقعد فيها الأدينوزين. الأدينوزين بيخليك تنام، فبدل ما الأدينوزين يقعد الكافيين بيروح يقعد مكانه، والكافيين بيخليك تصحصح. لما الكافيين يقعد مكان الأدينوزين المخ بينشط ويبدأ يركز أكتر. طيب ممكن واحد يقول لي في التعليقات دلوقتي يا عم أنا بشربه وبنام. تعالى هقولك السر في الموضوع. ليه بنحس إنه مش شغال أوقات؟ لأن الجسم ذكي جدا. لو فضلت تشرب كافيين كتير جسمك بيبدأ يكون مستقبلات جديدة للأدينوزين عشان يعوض اللي اتقفلت أو اللي الكافيين قعد فيها، وساعتها الكافيين مش هيكون مؤثر زي زمان، لأن احنا لقينا أماكن تانية للأدينوزين يقعد فيها. عشان كده الناس اللي بتشرب قهوة كتير بتحس إنهم محتاجين أكتر عشان يصحصحوا، وده بيوصلنا للمرحلة اللي اسمها اعتماد أو شبه إدمان خفيف على الكافيين. طيب ليه الكافيين ممكن يمنعك من النوم؟ لأن ببساطة لما تشرب الكافيين قبل النوم الأدينوزين مش بيعرف يوصل لدماغك، فمخك يفضل فاكر نفسه لسه في نص اليوم. عشان كده العلماء بيقولوا ما تشربش كافيين قبل النوم ب6 ساعات على الأقل، عشان لما تيجي تنام تقدر تنام بسهولة. انت بقى اكتب لنا بقى في التعليقات انت بتشرب كام كوباية قهوة في اليوم، ويا ترى بتشرب الصبح بدري ولا بتشرب قبل النوم، وهل الكافيين بيجيب معاك ولا ما بيجيبش؟